معقول يا ابو سنه الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟ انا مش قلت لك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. انت فرحانه بالبيت ولا بالجواز يا حاجه؟ فرحانه بالحق اللي رجع لاصحابه. كرامه. كرامه مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضره اللي انت هتجيبيها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعه والتانيه بعجزها وخراسها. كلامك مش مريحني يا ابو سنه. البنت اصلها صعبانه عليا يا حاجه، مهما كان دي امانه في رقبتنا برضه. ابو سنه مفيش حاجه يا حاجه، انا بس عايز اقول لك ان عظم التربه له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص ما عادش فيه فايده. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجه يا حاجه، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لا فرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنه. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي. يا شو مالك يا شو؟ انت مش سامعاني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفه. مين؟ زفته. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ أنا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم أقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. أنا هطفش يا خميس ومش راجعة، بس قبل ما أمشي ليك مصلحة عندي أقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر أبويا وأمي. أنا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا أبلة، ده أنا والمصحف الشريف صدقتك. إيه الحلاوة دي؟ قشطة يا بت، اقعدي انتي هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي بقى، كشفك في الضلمة، الدنيا بقت ليل وما عادش أمان يا أختي. ما تخافيش عليا، اعملي انتي بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك.